خوت تحية لكم العشران. المقابلة ديال المنتخب الوطني ضد النظير ديالو البرازيلي صراحة كنشوفوا ضغط كبير من ناحية المنتخب الوطني. الخطة اللي صراحة اللي داخل بها وليد الكراكي هي صراحة خطة هجومية أكثر ما أنها هي دفاعية، وكتعتمد على الأجنحة اللي صراحة شفنا بأن زياش وصراحة حكيمي في مستوى راقي في هذه المقابلة. وبالنسبة لوسط الميدان اللي صراحة وسط الميدان متقن، وتا حكيم سايس يعني الأخ سايس في النواحي ديال الدفاع هذه صراحة كنلاحظوا بأن المنتخب داخل يعني بنيفو كبير كما لاحظناه في كأس العالم، وهذا ماشي بعيد أو خفي على المنتخب، لكن هيهات ثم هيهات. وحذاري من المنتخب البرازيلي اللي دابا كياخذ واحد الحملة مرتدة في الدقيقة 11. زياش صراحة لكن خطأ لاحظنا بأن المنتخب البرازيلي يعني كيلعب على الأخطاء أكثر من أنه اللعب ديالو الفردي اللي لاحظنا في كأس العالم. المنتخب صراحة بان ليا يعني تقريبا 65% احتكار كرة القدم من واحد الناحية اللي مرتفعة، وصراحة هذا الشيء ماشي بعيد أو ماشي بعيد على المنتخب أننا كنشوفوا هذا النيفو ديالو، ولكن صراحة في هذه المقابلة الودية بينوا بأن المنتخب يعني صراحة متناسق هجوميا ودفاعيا وسط الميدان. الدراري صراحة بينوا واحد الحنكة وصل الخطة ديال وليد الكراكي اللي صراحة خطة متقنة. وهذه الدقيقة أناحي يعني صراحة أناحي كنشوفو أناحي تزاد النيفو ديالو، وإن شاء الله يكون الهدف الحكيمي. لو أنه الضغوطات النفسية اللي كان كيتعرض لها حكيمي قبل من هذه المباراة يعني كما شفنا يعني البلا اللي واقع عليه، إلا وأنه الحمد لله كيتعتبر من يعني قداة ديال المنتخب الوطني. المهم غنبقاو في التحليل ديال الماتش وغنحللوا الخطة اللي داخل بها وليد الكراكي، وصراحة اللي خطة محكمة بينات نيفو كبير ديال المنتخب. وحنا دابا شفنا بأنه المنتخب البرازيلي غير لمسة واحدة شكلوا خطر على المنتخب وكانوا غادي يسجلوا الهدف الأول. إذن فالمنتخب البرازيلي يعني منتخب يعني تقن اللعب ديالو واللاعبين ديالو في واحد المستوى تقريبا مستوى كبير. لاحظنا بان التشكيله ديال كازيميرو واللاعبين يعني حنا ما عارفين بان اللعب ديال المنتخب البرازيلي واحد اللعب اللي كبير، ولكن الجمهور يعني الجمهور المغربي الحمد لله بينوا لنا بانه واقفين مع المنتخب الوطني بشتى انواع التشجيعات. وحتى الخطه اللي عاطيهم الكراكي خطه الحمد لله بينات بان المنتخب يعني الكونتر اتاك ديالو صراحه منتخب كيستاهل انه يدوز الفينال ديال كاس العالم، ولكن نتوما راكم عارفين اشنو وقع والبلانات اللي تقصات فيهم المنتخب. ولكن هادشي اللي كيبين بان المنتخب منتخب قوي عن طريق التمريرات والخطه اللي داخل بها وليد الكراكي 4-3-3. خطه كتبين بان المستوى التهديفي او بالاحرى المستوى المتقون من طرف وليد الكراكي والخدمه ديال الدراري يعني خدمه متقنه ديال المنتخب الوطني. الحمد لله عطات الاكل ديالها، وان شاء الله غتكون منافسه في كاس افريقيا من هنا لقدام. صراحه تمريره ناضيه ديال المزراوي كانت غادا تكون هدف الاول لولا انه ضربه الحظ اللي ساندت المنتخب البرازيلي. لاحظنا بان المزراوي نيفو كبير، تجربه مع البايرن ميونخ عطاته واحد الكفاءه وتقنيه كبيره
وان شاء الله هذا الماتش هذا غادي ان شاء الله غادي يبين المنتخب غادي يحقق واحد النتيجه كبيره. علاش لا يكون الفوز؟ يعني لاحظنا بان المنتخب واخد واحد التجربه، ولكن بونو خطا. بونو نفس الاخطاء اللي داروا مع الفريق ديالو في البطوله الاسبانيه، باقي كيعاود نفس الاخطاء، تمريرات ناقصه. كان غادي يخرج على المنتخب وكان غيتسجل عليه هدف. علاش بونو كيدير بهذه الطريقه هذه؟ علاش ما تلعبش لعب عادي؟ يعني لاحظنا بان المنتخب هو غادي بالتكتيكيا يخلي التمريرات يكونوا متقنه. علاش ما نبينوش بانه الهدف لانه زياش كنلاحظوا بان زياش في هذا الماتش ما كيبينش داك اللعب اللي كنا كنشوفوه، كيبين واحد اللعب فردي اكثر من انه لعب جماعي. حتى التمريرات ناقصين لاحظناهم. اذا في هذه الملاحظه المنتخب صراحه المنتخب عنده احتكار ديال كره القدم تقريبا ديال 70% مقارنه بالفريق البرازيلي، ولكن الحنكه ديال اللاعبين التمريرات بعض المرات كيكونوا غير عشوائيه. راه ما كي راه غادا تكون نتيجه، يعني البيت ما غاديش يكون. حاولوا يلعبوا اللعب جماعي اكثر من انه يكون لعب فردي والمراوغات، لان المنتخب البرازيلي عارفين الحنكه ديالو. الا مشاو لعبوا معاهم داك اللعب ديال 1-1 راه غادي يستغلوا الكره وغادي يخسروا هذا الماتش. خليكم تايقين في ريوسكم وخليونا نشوفوا هذه النتيجه، ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه بالنسبه لهذا الماتش ميكان. هدف بوفال كيماركي الهدف، هدف الاول للمنتخب الوطني. صراحه هدف متقون بينو ان اللعب ديال المنتخب منتخب في هذا المستوى الكبير. جول صراحه بوفال لعب واحد التقنيه اللي صراحه بين بان النيفو كبير ديال المنتخب، وان المنتخب صراحه تشكيله قويه، والهدف زاد ميز الفريق ديال المنتخب وبين النيفو طالع. ونهاية الشوط الأول بفوز المنتخب ب1-0. صراحة نتيجة كتبين بأن المنتخب منتخب قوي جدا، وصراحة في التصنيف ديالو غادي تزاد إن شاء الله التصنيف. دوزيام ميطا صراحة لاحظنا بأن هناك احتكار كبير في كرة القدم من طرف المنتخب البرازيلي، وحنكة كبيرة من طرف الدفاع المنتخب. هادشي كيبين بان المنتخب تكتيكيا كيعتمد دابا حاليا في دوزاميطا على الدفاع والهجمات المرتده. لاحظنا بان المنتخب البرازيلي في دوزاميطا باغي يحاول انه يسجل هدف التعادل باي طريقه كانت، ولاحظنا بان القذفه ديال رودريغي اللي قذفه صراحه محكمه كانت غادا تسجل، ولكن المنتخب الحمد لله غادي بواحد السيروره كبيره وغادي بواحد الدفاع اللي متقن عن طريق الخطه اللي عطاهم وليد كراكي. بينات بان المنتخب، ولكن التعادل اخويا هذا الهدف اللي ماركاو تعادل صاحبي. علاش بالضبط صاحبي في الدقيقه المنتخب كانوا رابح بونو. لاحظنا بانه طلق كره خلى الهدف يتماركا، او بالاحرى تسجل عليه الهدف لانه ما قدش يمسك الكره. علاش هادشي؟ علاش حنا كنا رابحين ب1-0 خاصنا نبقاو ديما رابحين؟ علاش وليا الهدف صابري، هدف فرحة المنتخب. وليا هدف جميل عند الصابري. شي صراحة تمريرة محكمة، شي صراحة بين لي النيفو بأنه كبير. بغينا حنا نبينو بهذا النيفو بأن المنتخب منتخب يستحق أنك تتفرج في التمريرات ديالو، وهدف رائع من صابري. وصراحة نشوف تكتيكيا الجمهور كيتناسب معه وكيشد اللحن مع يعني دقة ولا المنتخب غادي تكتيكيا الحمد لله بالتشكيله وبهذا اللعب اللي صراحه تقنوا المنتخب الوطني. بينوا بان المنتخب لعب بون ماتش، بينوا لينا بانهم اعتباريا فريق عنده امكانيات انه ينافس اللقب ديال كاس العالم ان شاء الله.
علاش لا بالتشكيله ديال وليد الكراكي منطقيا اللعب صراحه لعب منتظم، يعني تشكيله داخله محكمه، يعني ما تخوفناش الارجنتين او البرازيل او اي فريق اخر. حنا صراحه مفتخرين بهذا المنتخب اللي صراحه تشكيله، والهدف ديال الصابيري كيتعتبر من الاهداف الكبيره، يعني في واحد الزاويه اللي عطاهم العصير، بينا بان الصابيري لاعب فتى جميل ومستوى التهديف. برافو فوز المنتخب الوطني، برافو النتيجة الإيجابية ديال هذا المنتخب اللي صراحة شرف الملايين وفرح الملايين وفرح جميع الناس خصوص الفقراء. تحية لكم، تحية إلى شران. المنتخب الوطني كيستاهل أنه ينافس على اللقب. ماتش بون ماتش، تحية إلى شران.